بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. شوف العظمة والحلاوة الجمهور الأهلي، حتى في مباراة المنتخب التيشيرت لونه أحمر بتاع المنتخب، المدرجات يكسوها اللون الأحمر داير ما يدور، لون الأهلي. شوف العظمة. اللهم بعد التيشيرتات كانت قاتمة على المدرجات، وأول ما ظهرت المنتخب كان هيخسر. الحكم احتسب ضربة جزاء على منتخب مصر وفرصتين هدف. كان تيشيرت نحس، مش عارف بيلبسوا ليه في ماتش المنتخب، ما تلبسوه في ماتش فريقكم. في ايه؟ ان شاء الله القدر هيرد على هؤلاء الاغبياء. في اول قول المدير الفني الاهلي خارج الحدود المصرية، المدير الفني هيتصدم من ابراج القاهرة والتتش الى ادغال افريقيا. اسر يا ستار، اسر يا ستار. سؤال للقائمين على احتفالية منتخب مصر بعد المباراة، يعني احتفال وفرحة وأغاني، ورايحين تلبسوا تيشيرت أسود الجميع كله. ليه تيشيرت أسود؟ ليه السواد ده؟ دي ينفع؟ كله تيشيرت أسود عليه كأس العالم 2026. أي لون تاني؟ مش عايزين تجيبوا اللون الأحمر، هاتوا لون أزرق، هاتوا لون برتقاني، إنما تيشيرت أسود. مين العبقري الجابت اللي عمل الفيلم ده؟ يعني بدل ما نفرح الناس بألوان زاهية نديله اللون الأسود. سبحان الله. مش عارف أنا إيه في إيه بيحصل في الرياضة في مصر. المدير الفني للأهلي في مقصورة استاد القاهرة بيشاهد مباراة مصر مع جهازه الفني والمدير الفني للزمالك وجهازه بيشاهدوا المباراة في المقهورة. سبحان الله. فحد يعرف مجلس إدارة الأهلي غير محمود الخطيب؟ محدش يعرف أسماء مجلس إدارة النادي الأهلي، لا تسمع لهم حس ولا نفس ولا أي لقاء تلفزيوني. هل هذا متعمد أن المطلوب من الإعلام الأبيض ظهور مجلس الزمالك تحسين الصورة؟ لأن